التلفزيون بتاعك ممكن يكون هو اللي بيشوفك مش العكس. سمارت تي في الحديثة بتحتوي على كاميرات وميكروفونات في بعض الموديلات، فيها خاصية التعرف على الوجه أو اللي هو الفيس اي دي، واللي اكتشفناه إن الصور بتتبعت بدون علمك أنت لتحسين الإعلانات في الشركة. وبالفعل في ناس رفعوا قواضي على الشركات لأن التلفزيونات بتاعتها كانت بتسجل صوت في الخلفية، حتى التلفزيون المطفي بيتسجل. طيب حاجة زي كده أأمن نفسي بيها إزاي يا سايبر مان؟ هقول لك تأمن بيها نفسك إزاي. أول حاجة تعالى من ناحية الكاميرا. الكاميرا أنت تقدر تحط بلاستر على الكاميرا، أدي كده مش هيشوفك، أو تحط أي حاجة على الكاميرا عشان تضمن. طيب المايك تقدر، بيبقى في نوعين، موديلين، يا اما بيبقى في الريموت يا اما بيبقى في التلفزيون. طب التلفزيون هتعمل له دي اكتف، وفي الريموت هتعمل له برضه دي اكتف، بس اتاكد انه بجد معمول له دي اكتف. في بعض الموديلات بيكون فيها الدي اكتف سهل، تاني حاجه في بعض الموديلات لا، مانعين الكلام ده. طب عشان تعمل دي اكتف لازم تكلم الشركه تقول لهم انا عايز اعمل دي اكتف لحاجه معينه وهم بيعملوها. شركات سامسونج بتعمل كده، شاومي بتعمل كده، ال جي بتعمل كده. يا ريت لو عندكم اي تعليقات يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. بس ثانيه واحده، بس هل ده كله بيحصل في البيت ولا؟ استنى الفيديو الجاي، لان اللي في جيبك بيعمل اكتر من كده.